مسألة مهمة جدا ولا بد من التنبيه عليها، لأن يعني بعض الناس نجد بأيديهم كتب في الدعاء، كتب في الدعاء مكتوب عليها أدعية، ويكثرون من قراءتها ودعاء الله بما فيها من دعاء، وهي أدعية أنشأها بعض المتكلفين وشغلوهم بها عن أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا توريط للعوام بهذه الورطة العظيمة. ونرى بعض العوام فعلا تورط، تجد في يده كتاب في الأدعية ليست من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أنشأها بعض المتكلفين. ورأينا بعضها تلك الأدعية فيها خلل حتى في العقيدة، خلل حتى في الاعتقاد، في بعضها ألفاظ شركية وكلمات بدعية وأشياء من هذا القبيل. تجد بعض العوام مساكين بيد هذا الدعاء زين له ورغب فيه، وأخذ مدة طويلة من عمره يقرأ في ذلك الكتاب، وغيبت عنه الأدعية الصحيحة الجوامع الكوامل المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول الخطابي رحمه الله؟ ولهذا يقول الخطابي رحمه الله: أولى ما يدعى به ويستعمل منه ما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه بالأسانيد الصحيحة، فإن الغلط يعرض كثيرا في الأدعية التي يختارها الناس لاختلاف معارفهم وتباين مذاهبهم في الاعتقاد والانتحال. وباب الدعاء مطية مظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي دحض، يعني مزلة، موطن زلل. نعم. فليحذر فيه الزلل وليسلك منه الجدد الذي يؤمن معه العثار، وما التوفيق إلا بالله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله.